دفع المعلم باب الفصل بقوة وهو مرتدي مظلة على رأسه، وفجأة انسكب الدقيق فوق رؤوس الطلاب، لكنهم لم يفوتوا الفرصة، وما إن أزال المظلة حتى انهالوا عليه بالملح. وفي تلك اللحظة طلب أحد الطلاب بخبث أن يشغل المعلم المروحة على أمل أن يتحول الجو إلى عاصفة من الدقيق والملح، لكنهم فوجئوا بأنه كان يرتدي قفازات عازلة وأحبطت خطتهم ببرود. جلس المعلم بعدها على الكرسي وهو يبدو بلا حذر، فابتهج الطلاب. رمقته إحدى الطالبات بابتسامة ماكرة، فشعر المعلم بالخوف وحاول النهوض، لكنه لم يستطع. لقد تم لصق الكرسي بغراء قوي. بهدوء وثقة خلع المعلم بنطاله ليكشف أنه يرتدي بنطالا آخر تحته، فأسقط في يد الطلاب. لكن لم تنتهي المعركة بعد، فقد وجد المعلم فأرا ميتا على مكتبه، فصرخ ورماه نحو الطلاب وسط ضحكاتهم المتشفية. فجأة أخرج فأرا آخر من درجه، لتكتشف المجموعة أن الفأر الذي رماه كان حقيقيا، أما الآخر فمزيف. تعالت الصرخات في الفصل وتحولت الضحكات إلى فوضى عارمة. في ذروة الضجة فتحت المديرة باب الفصل، وقفز الفأر مباشرة نحو قدميها، فصرخت واندفعت مرعوبة نحو المعلم لترتمي في أحضانه وسط انفجار ضخم من الضحك من الطلاب.